السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ديليس ديلهام. عواشركم مباركة إن شاء الله بكل المتمنيات يا ربي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نقدم معكم الشباكية بطريقة سهلة، كتجي صراحة هائلة، لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي يعني مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة وشاربة العسل. وحتى الطريقه ديال الطي ديالها ديال التشباك وغادي نوريكم واحد الطريقه ان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشوفوا معايا الشباكيه ديالنا كيفاش غادي تجي. واحد الملاحظه بغيت نضيفها بالنسبه لهاد البلاطوات يعني اللي كنقدم فيهم، ولا في اخر فيديو هادوك الصغار اللي كنت حطيت فيهم سلو، ضروري نديرو لو فيلم اليمونتير ولا نديرو بابي الومنيوم ولا نحطو في شي صحن عاد نحطو، يعني ما نحطوش فيهم مباشره. ودابا غادي ندوز باش نعطيكم المقادير ديال الشباكيه. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض. نحاولوا نختاروا يعني الدقيق يكون من نوعيه جيده. المهم انا هذا اللي درت ديال الحلوه هو اللي غادي نخدم به. وهنايا عندي واحد الكأس ديال العنبه ديال الزنجلان مطحون، معلقه ديال النافع، معلقه ديال القرفه، عندي واحد الخماره من فئه 8 غرام، واحد شويه ديال الخماره الفوريه ما نكتروش منها غير شويه، راس ديال المعلقه هكا صغيره. وهنايا عندي المسكه الحره، عندي واحد 6 ديال الحبات غادي ندكهم مع واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. هنايا عندي واحد كاس لاروب ديال الماء الزهر اللي درت فيه الزعفران، راني خليته بات ليله كامله. وهنايا عندي كيلو لاروب ديال الزبده اللي ذوبتها حتى ولات ليا نوافيت. وعندي واحد 4 كاس ديال الخل، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. وهنايا كنت حاطه نصف كاس ديال الماء، ولكن من بعد غادي نزيد يعني غادي ندير كاس ديال الماء. المهم المقادير غادي نخليها لكم كامله في صندوق الوصف. مهم هنا غادي ندوز باش غادي ندق هذيك المسكه الحره مزيان مع هذيك المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. ودابا غادي ندوز باش غادي هنايا اول حاجه خديت هكا واحد الكاسرونه، غادي نضيف فيها هذاك الكاس لاروب ديال ماء الزهر مع الزعفران. الا بغيتوا تضيفوا الملون حتى هو تقدروا تضيفوه. غادي نضيف عليهم هذاك نصف كاس ديال الماء، كما قلت لكم راه غادي نزيد الماء، 4 كاس ديال الخل، وغادي ندير كلشي فوق النار باش يدفى ليا الخليط ديالي واحد شويه. صافي. وهنايا مهم غادي تاخذوا قصريه ولا اي حاجه اللي غادي تخلطوا فيها، ولا الا بغيتوا تخدموا عاود كلشي في العجانه تقدروا ديروا كلشي في العجانه. مهم هنايا درت الدقيق، غادي نضيف عليه القرفه، معلقه ديال النافع، غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزنجلان. بالنسبه للزنجلان ما نحمروهش يعني حيت باقا غادي نقليوها في الزيت باش ما يطلقش لينا المرار، نديروه هكاك. مهم غير نطحنوه مزيان. وهنايا غادي نضيف هذيك الخماره ديال الحلوه وشويه ديال الخميره الفوريه، يعني ما تخافوش منها حيت دابا الحال يعني ماشي سخون بارد، ما تخافوش منها. وهنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه ضروري باش تعدل لينا المذاق. صافي. وغادي نحاول باش غادي نخلط هذا الشيء كامل مزيان حتى ينسجموا لينا جميع العناصر. صافي. ومن بعد غادي نضيف هذيك المسكه الحره مع سكر سنيده، غادي نضيفهم على الخليط. ودابا غادي نبدا نضيف السوائل، غادي نضيف هذاك كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيف الزبده حتى هي دايبه. صافي. وغادي نحاول باش غادي نبسبس الخليط ديالي هكا مزيان حتى غادي نحس بهذيك الزيت والزبده انسجموا ليا مع داك الدقيق. صافي. هنايا من بعد هذاك الخليط اللي قلت لكم دفيته فوق النار هو اللي غادي نجمع به الشباكيه ديالي. بالنسبه لهذاك الزعفران اللي كنت دايره في ماء الزهر، الا بغيتوا تصفيوه تقدروا تصفيوه. المهم انا كيعجبني ندير الزعفران يعني هكاك واخا كيبقى باين ليا يعني في الشباكيه هكا في العجينه ماشي مشكل.
صافي غادي نبدا نضيف بشويه بشويه وانا كنجمع. مهم هذه العجينه ديال الشبكيه يعني راه كتبغي تكون شويه قاصحه، يعني نحاولوا ما نجريوهاش. المهم انا هذه الكميه اللي درت كان باقي خاصني الماء، كما كتشوفوا معايا هنايا راه زدت واحد نصف كاس ديال الماء حتى هو دفيته فوق النار وكملت باش جمعت الشباكيه ديالي. صافي المهم هنايا نعطيوها شويه الخاطر هكا ندلكوها، واللي ما الا ما بغيتوش تدلكوها راه ملي كنديروها في داك البلاستيك الغذائي راه كتكمل يعني كتكمل الدليك ديالها. صافي هنايا حطيتها هكا في سطح العمل دلكتها شويه. صافي وهنايا غادي نحاول باش غادي نقسم العجينه ديالي هكا كويرات. مهم تقسموا نتوما على حسب الطريقه كيما بغيتو ديروهم صغار ولا شويه كبار، مهم اللي بغيتو. صافي هنايا منين كملت غادي ناخذ هكا واحد البلاستيك الغذائي وغادي نديرهم فيه وغادي نخليها. المهم ماشي ترتاح بزاف، غير بيد ما نحيدوا دوك المعينات اللي خدمنا فيهم صافي ونبداو نخدموا. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا هنايا خديت الكره الاولى غادي نطلقها بهذه الطريقه. الحقيقه ملي كنديروا هذه العمليه هذه كتسهل علينا شويه الخدمه. ها نتوما كما كتشوفوا معايا غادي نطلق العجينه بحال هكا. صافي وغادي نتني بهذه الطريقه. صافي وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل كاع هذيك العجينه اللي عندي. صافي هنايا من بعد ما كملت غادي خديت هكا العجينه، ضروري نطلقوا هكا شويه بالمدلك يعني قبل ما ندوزوها في الماكينه. وإلا ما كانش عندكم الماكينه راه ماشي مشكل، يعني حتى هكا بالدلاك غير حاولوا تطلقوا مزيان راه غادي تطلق لكم. ولا كانت عاود الماكينه راه في الحقيقه كتسهل شويه الخدمه. صافي وهنايا غادي ندوز هكا باش غادي نطلقها في الماكينه. وهنايا الماكينه راه على حسب، كاين اللي الرقم الصغير هو اللي كيخرج العجينه شويه رقيقه وكاين اللي العكس. صافي المهم فحال هكا انا غادي نخليها غير فحال هكا. ومن بعد غادي ناخذ هاد الجراره هذه، المهم هادو راه كيتباعوا راه موجودين، هي اللي غادي نخدم بها. كتحاولوا غير تثبتوا مزيان باش تقطع لكم العجينه مزيان. صافي بحال هكا. وهذوك الزوائد ديال العجين اللي كنحيدو ضروري غير كنجمعوهم هكا بيدينا وكنعاودو نرجعوهم للبلاستيكه باش ما تنشفش لينا العجينه. صافي هنايا منين كملت دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التشباك. في الحقيقه الطريقه كتجيني انا سهله. المهم هكا كنهزو وحده وكنطلقوا وحده ونهزو وحده ونطلقوا وحده ونهزو وحده حتى كيوليو عندنا 3 ديال الاشرطه الفوق وجوج الاشرطه لتحت. صافي من بعد كنجمعوا هذوك القنات وكان المهم هذه في الاول حتى الثانيه ونشرح لكم مزيان. صافي ومن بعد كنحطوا هكا فوق سطح العمل. المهم راه كتجي طريقه يعني سهله، وهذا التشباك يعني راه كاينين بزاف ديال الطرق. وديك الساعه غادي تشوفوا اللي جاتكم سهله في يديكم هي اللي غادي ديروا. المهم هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كما كتشوفوا معايا هنا عندي 5 ديال الاشرطه، كنهزوا واحد كنطلقوا واحد نهزوا واحد نطلقوا واحد ونهزوا واحد حتى كيوليو عندنا 3 الاشرطه الفوق وجوج ديال الاشرطه لتحت. من بعد كناخذوا هادو كنسدوهم مزيان، كنهزوا الشريط الثاني كنديروه فوق الاول والشريط الثالث فوق الشريط الثاني. صافي وكنحطوه هكا فوق سطح العمل باش تسهل علينا الخدمه. هذاك الشريط اللي كيبقى لينا صافي كندفعوه من الجهه الاخرى وكنجمعوا الجوانب، يعني طريقه سهله. صافي ومن بعد المهم بقيت غادا بنفس الطريقه حتى كملت الكميه اللي عندي. المهم انا راه بديتها في الصباح يعني ماشي 9 وشي حاجه، غادي نخليها حتى العشيه ان شاء الله عاد غادي نقليها معكم. صافي هنايا المهم كما قلت لكم خليت الشباكيه ديالي يعني حتى العشيه عاد غادي ندوز باش نقليها. هنا ضروري كنديروا الزيت في شي مقله باش كتسخن لينا، وكنوجدوا الكسكاس
والصفايات وكنوجدوا العسل. صافي هنايا راه سخنات ليا صافي الزيت كما كتشوفوا معايا. غادي ندوز وغادي نبدا نحط الشباكيه ديالي مباشره في المقله. صافي منين تكون الزيت سخونه هكا بزاف حاولوا تنقصوا غير شويه، ماشي كتنقصوا بزاف، غير شويه باش ما تخطفش ليكم، حيت راه الشباكيه يعني راه دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف. المهم غير ما تكونش العافيه مجهده بزاف باش ماشي تخطف لينا غير تحرق والداخل يكون باقي ما طايبش. نعطيوها الخاطر. صافي هنا راه تحمرات ليا من جهه، عاود قلبت للجهه الاخرى. انا بديت دابا كنقلب فيهم. صافي غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي طيب ليا القليه الاولى. هنايا ها هما راه طابت ليا. دابا غادي نبداو نحيدوها، وضروري نقطروها مزيان، تقطروها من الزيت عاد نديروها في العسل، حيت العسل ملي كيكون فيه الزيت بزاف بحال كيبقى غادي ما كيبقاش زوين زعما مزيان وكيشد لينا في الشباكيه. نحاولوا ما نديروش فيه الزيت بزاف. وبالنسبه لهاد الصفايط نخليو ديال الزيت بوحديتها، واللي غادي نخدموا بها في العسل تكون بوحديتها. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا ها هي حيدت القليه الاولى، انا درتهم في العسل. والعسل نخليوه كما هو ما نسخنوه ما والو، حيت ملي كيكون هكا باقي ثقيل كيشد لينا يعني في الشباكيه مزيان. صافي غادي نخلي هكا الشباكيه ديالي في العسل حتى ندير القليه الثانيه وتقرب طيب ليا، عاد غادي نحيدها من العسل. صافي وهنايا كما قلت لكم دابا دزت باش ندير القليه الثانيه كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي طيب ليا. هنايا منين قريبه راه طيب عاد غادي نحيد الشباكيه ديالي من العسل. المهم غير نردوا البال باش ما تحرقش لينا ولا تجينا ما نحمروهاش يعني اكثر من القياس، حيت حتى ملي كنطفيوها في العسل راه كتزيد تاخذ اللون ديالها. صافي هنايا انا كنحيدها باش كنوضعها في الكسكاس. صافي ومن بعد كناخذ هكا واحد الزنجلان اللي كنكون حمرته واحد شي شويه، وغادي نرش على الشباكيه ديالي هكا من الفوق. المهم غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل. هنايا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، كتجي بحال هكا. صراحه كتستحق تجربه وجات هائله وبنينه بزاف، جات صراحه زوينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن التعليق الزوينه بحالكم. هذا فضلا وليس امرا. دمتم في حفظ الله ورعايته. بسلام عليكم الى الفيديو المقبل باذن الله. باي باي.